الحلقة الثالثة من رواية الحب الحقيقي بقلم وفاء عامر. قالت رنا: يوسف، أنا مش بحبك ولا بعشقك. أنا عديت مراحل العشق، عديت كل حاجة بتوصف الحب. مسك يوسف بإيد رنا وقال: رنا حبيبتي، دي حاجة بسيطة قوي حابب إني أقدمها لك. ده خاتم دهب يا رنا، تعبير عن حبي ليكي. بس أنا لو جبتلك كل كنوز الدنيا مفيش حاجة في الدنيا هتعبرلي عن حبي ليكي. يلا بقى علشان ألبسلك الخاتم، وسامحيني يا حبيبتي، أنا عارف إن ده مش قيمتك خالص. رنا حبيبتي، أنا لو جبتلك كنوز الدنيا كلها عمرها ما هتكون قد قيمتك. مفيش حاجة تساوي قيمتك ولا حبك عندي يا قلبي. حبيبتي، انت لو طلبتي كنوز الدنيا كلها والنجوم والقمر والشمس هجيبهم واقدمهم لك هدية لحد عندك. نزلت دموع رنا وقالت: يوسف بجد انا مش عارفة اقولك ايه، بجد مش عارفة اعبرلك قد ايه عن حبي. انا بحبك قوي يا يوسف. قال يوسف: رنا حبيبتي، انا لو اقدر اديك عيوني والله يا حبيبتي ما هتأخر. ممكن اعرف بقى انتي بتعيطي ليه دلوقتي؟ قالت: انا بعيط علشان مش مصدقه ان انت بتحبيني الحب ده. بجد يا يوسف انت بتحبيني قوي كده؟ قال: انا قلتلك يا رنا انا مش بحبك، انا بعشقك. بجد يا رنا انتي بقيتي روحي، بقيتي حياتي، بقيتي كل حاجه ليا في الدنيا. بجد يا رنا انا بعد كل ثانيه علشان نكون فيها مع بعض. فجأة جت سارة. قالت سارة: ازاي حضرتك يا دكتور، عامل ايه؟ قال يوسف: الحمد لله تمام، انتي اخبارك ايه يا سارة؟ قالت سارة: الحمد لله تمام. قالت سارة: ايه يا بنتي انتي كنتي فين؟ انا جيت استنيتك عند المدرج ما لقيتكيش. سألت عليكي منى صاحبتك، قالت لي ان هي شافتك انتي ودكتور يوسف وانتوا رايحين الكافيتيريا بتاعه الكليه، فجيت هنا ولقيتك اهو. ايه بقى كنتي بتعملي ايه؟ قالت رنا: اصل دكتور يوسف قال لي ان هو كان عاوز يكلمني في موضوع وكده، فاخدني الكافيتيريا وقعدنا عشان نتكلم في الموضوع. قالت سارة: موضوع ايه بقى؟ قالت رنا: مفيش موضوع كده، حاجة تبع المحاضرات يعني بقى يا سارة. طيب يا دكتور يوسف احنا هنمشي بقى دلوقتي، وشكرا جدا لحضرتك. قال يوسف وهو بيضحك: العفو يا انسة رنا، على ايه؟ مشيت سارة ورنا، ومشي يوسف ولا رنا، وقال: رنا استني، عاوز اقولك حاجة مهمة قوي. وقفت رنا وقالت: خير يا دكتور يوسف، اتفضل حضرتك في ايه؟ قرب يوسف من ودنها وقال: هتوحشيني قوي قوي يا حبيبتي. ابتسمت رنا بخجل ووطت وشها في الارض وقالت: تمام يا دكتور، ماشي خلاص، هبقى اذاكر المحاضرات كويس. ومشيت سارة ورنا، وفي الطريق قالت سارة: في ايه بقى يا ست رورو بينك انتي والدكتور يوسف؟ قوليلي اعترفي في ايه؟ قالت رنا: لا مفيش حاجة والله يا سوسو يا حبيبتي، مفيش، ده هو كان بيقولي بس على المحاضرات يعني. قالت سارة: بنتي انتي هتخبي عليا؟ قوليلي بقى في ايه، انا حاسة اصلا ان بينكم حاجة. قالت رنا: حاجة ايه؟ ما فيش حاجة خالص. قالت سارة: لا يا حبيبتي انا مركزة كويس قوي، انتي ما بتشوفيش نظرات عينيكي ولا نظرات عينه؟ عينيكي بتفضل ترمش اول ما بتشوفيه، وهو بيفضل يبصلك اول ما بيقابلك. في ايه بقى؟ احكيلي. قالت رنا:
بصي انا هحكي لك كل حاجه بس لما نرجع البيت ان شاء الله، عشان طبعا مش هينفع اقول لك كده في الطريق. يعني انت عايزه الناس تسمعنا ولا ايه؟ قالت ساره. طيب ماشي يا ست رنا، هستنى اسمع كل حاجه لما نرجع البيت. ورجعوا البيت ودخلت رنا اوضتها وساره دخلت معاها. وقالت ساره: ها بقى يا ست رنا، ادينا رجعنا البيت اهو، قوليلي بقى كل حاجه من طقطق لسلام عليكم. قالت رنا: طيب يا ستي تعالي اقعدي جنبي وهحكي لك كل حاجه. وبدأت رنا تحكي كل حاجه لساره. وبعد ما خلصت ساره قالت: ايه ده؟ يعني هو كان السبب في ان انتي لما طلعت المدرج اول مره لوحدك ان انتي تنزلي تاني وشكلك كنتي تعبانه وقعدتي اسبوع وما رحتيش الكليه وجايه بعد ده كله تقولي لي دلوقتي انك بتحبيه؟ قالت رنا: خلاص يا ساره بقى، المسامح كريم يعني. وبعدين انا بقى ما شفتوش وهو كمان برضه اعتذر لي وخلاص، واهو بقينا بنحب بعض يعني بقى. بس انا بحبه قوي 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 يا ساره. بصي ما بقيتش اقدر اتخيل حياتي من غيره. قالت ساره: بس انا زعلانه منك قوي يا رنا على فكره. قالت رنا: ليه يا سوسو يا حبيبتي زعلانه مني ليه بس؟ قالت ساره: علشان انتي خبيتي عني علاقتك بيوسف من اولها، وانا يا رنا متفقه معاكي من واحنا صغيرين ان احنا اخوات ومفيش حد فينا بيخبي حاجه عن التاني. قالت رنا: والله يا ساره ما كانش قصدي اني اخبي عنك اي حاجه، بس كل الموضوع يعني ان هو لما خبط فيا وانا زعلت وكده، انتي عارفه ان انا بتضايق من الكلام دوت، وهو قال لي طبعا ان انا عاميه، فانا اتضايقت من اليوم دوت وبقيت زعلانه ومرضتش احكي اي حاجه. وبعد كده هو اعتذر لي وعادي وعديت الموقف، فبدأ ان هو يوصلني زي ما انتي عارفه وكده، وانا كنت فاكره ان الموضوع عادي وكمان حبيته، بس قررت اني اخبي مشاعري جوايا لان انا عارفه ان مفيش حد هيحبني، وما كنتش متوقعه ان يوسف هيجي يوم يحبني اصلا. والله العظيم لسه معترف لي بحبه النهارده. قالت ساره: خلاص يا حبيبتي ولا يهمك، انا بهزر معاكي. ربنا يسعدك يا حبيبتي يا رب ويتمم لكم بخير. بجد انا مبسوطه علشانك قوي يا رنا. قالت رنا: بس انا خايفه قوي يا ساره. قالت ساره: خايفه من ايه يا حبيبتي بس؟ قالت رنا: خايفه اهل يوسف يرفضوني. قالت ساره: رنا يا حبيبتي ما تخافيش، يوسف بيحبك ومستحيل يستغنى عنك. وبعدين بعد كل اللي انت حكيتوه دوت ومش عايزه يوسف يحبك يا بنتي؟ ده الراجل كان ناقص يقولك يا بنتي اتجوزيني ابوس ايديكي انا هموت. يا بنتي يوسف بيحبك قوي 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 يا رنا، انتي مش واخده بالك ولا ايه؟ قالت رنا: لا يا ساره واخده بالي والله، بس انا خايفه ان اهله يرفضوا. بجد يا ساره انا خايفه، مش هقدر استحمل حياتي من غير يوسف، مش هقدر اكمل من غيره بجد. قالت ساره: رنا حبيبتي انا شايفه الحب في عيون يوسف. يوسف بيحبك قوي 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 يا رنا، وحبه باين، واللي بيحب بجد هيضحي بجد، هيضحي علشانك بكل حاجه، وهيفضل ورا اهله ويقنعهم لحد ما يتجوزك يا حبيبتي. اطمني وما تقلقيش. قالت رنا: بجد يا ساره يعني انتي متاكده من كده؟ قالت ساره: اه والله العظيم متاكده، اطمني بقى يا قلوقه انتي ما تقلقيش. قالت رنا: يعني يا ساره مش ممكن يكون بيعطف عليا مثلا او كده؟ قالت ساره: بيعطف عليكي؟ ايه الهبل اللي انتي بتقوليه ده يا رنا؟ يوسف بجد بيحبك والله العظيم يا بنتي، بيحبك بجد، حبه باين في عينيه قوي، ما بتشوفيش اصلا نظرات اللهفه اللي في عينيه اساسا. بجد والله يا رنا بيحبك. قالت رنا: بجد انا فرحانه قوي 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 قوي. قالت ساره:
ربنا يفرح قلبك يا حبيبتي، انا همشي بقى دلوقتي علشان انا كده اتأخرت. قالت رنا ماشي يا حبيبتي مع السلامة. وعدى اليوم، ومن اليوم ده بقى يوسف ورنا بيتقابلوا كل يوم في كافيتيريا الجامعة، وكان كل يوم حبهم بيزيد لبعض. وكان يوسف كل يوم يجيب لرنا ورد، وما كانش فيه يوم بيعدي من غير ما يجيب لها ورد. ومرت الأيام وجت امتحانات سنة رابعة، ويوسف كان في الامتحانات بيذاكر لرنا كل يوم ومعاها دايما. وعدت الامتحانات على خير وجاه وقت ظهور النتيجة، ورنا كانت قلقانة جدا، بس مش علشان النتيجة بس، لا، كان علشان يوسف بعد ظهور النتيجة هيبلغ أهله بأن هو عاوز يتجوز رنا. ورن تليفون رنا، ردت ألو. ولحد هنا انتهت حلقتنا، استنونا في الحلقة الجاية. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عالم الإبداع لسنا الأولون ولكننا متميزون.